يوم 21 أكتوبر سنة 1978 الطيار الأسترالي الشاب فريدريك فالنتش اللي عنده 20 سنة وخبرة 150 ساعة طيران طلع بطيارته الخفيفة من نوع سيسنا 182 ال في رحلة تدريبية متجهة إلى جزيرة كينج آيلاند فوق مضيق باس في أستراليا. الرحلة كانت طبيعية جدا والجو كان مستقر، لكن الساعة حوالي 7 بالليل حصلت حاجة غيرت القصة دي لواحدة من أغرب ألغاز الطيران في التاريخ. حصل مراسلة بين برج المراقبة في ملبورن وفالنتش، وبعدين جت آخر جملة اتسجلت له في التاريخ وقال: ملبورن، الشيء ده بيطير فوقي مباشرة، إنها ليس طائرة. بعد الجملة دي استمر الإرسال مفتوح حوالي 17 ثانية، لكن بدل ما يكون في كلام كان في صوت غريب غير مفهوم يشبه صوت احتكاك معدني، وبعدها انقطع الاتصال تماما. Delta Sierra Juliet, confirm the aircraft just vanished. Sorry again? Delta Sierra Juliet, is the aircraft still with you? Delta Sierra Juliet on north, south, approaching from the southwest. Melbourne, that strange aircraft is hovering on top of me again. It is hovering and it's not an aircraft. Delta Sierra Juliet, Melbourne. والصوت ده حقيقي بس تفسيره لحد النهاردة مجهول. وبعد كده تم إطلاق عمليات بحث واسعة في مضيق باس، ولكن ما لقوش الطيارة بشكل مؤكد، بس في تقارير بتقول إن احتمال وجود آثار زيت، لكن بدون دليل قاطع إنها تخص طيارته. وفي النهاية تم إغلاق القضية تحت بند سبب غير معروف. وفي بعض الناس قالوا إن فالنتش ممكن يكون اتعرض لفقدان الإحساس بالاتجاه أثناء الطيران، وده ممكن يخلي الطيار يفتكر انه مستقيم وهو في الحقيقة مقلوب. والجسم اللي شافه في ناس برضو بتقول انه ممكن يكون انعكاس ضوء، بس مفيش دليل قوي يثبت ده. لكن في نقطة لسه غامضة، بعض الناس وقتها قالوا انهم شافوا اضواء غريبة في السماء، لكن الشهادات دي مش مؤكدة علميا. السؤال الحقيقي بقى، هل كانت مجرد حادثة طيران مأساوية بسبب خطأ بشري، ولا في حاجة تانية ظهرت في السماء الليلة دي ولسه محدش فاهمها لحد النهاردة؟ وبس كده، قولولي رأيكم في الكومنتات، وسلام.